السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجات حوالينا بنستخدمها كل يوم، حاجات بقت جزء من روتين حياتنا. بس لما تبص بعمق بتكتشف ان الاختراعات دي رغم ان هي فادت ناس كتير إلا ان هي دمرت حياة ناس اكتر. النهاردة هكلمكم عن اختراعات انا شخصيا شايفة اننا كنا هنعيش احسن من غيرها، رغم ان هي اتعملت علشان تحل مشاكل، بس للأسف خلقت مشاكل اكبر. أولا الأسلحة النووية، الدمار الحقيقي مش بس في الانفجار، الدمار بيكمل بعدها بسنين. القنابل النووية اللي استخدمت في الحروب العالمية اللي قتلت أكتر من 55 مليون شخص. بس الأرقام دي مش بتشرح الحقيقة. الحقيقة كانت أطفال اتولدت بتشوهات وناس عاشوا طول عمرهم بأمراض جلدية ونفسية. مدن بالكامل اتدفنت تحت الغبار والإشعاع. رغم إن الدول دي بررت بإن هي أنقذت الحرب من الاستمرار، بس هل فعلا كان الحل إنك تقتل مدن كاملة وناس بالملايين علشان تكسب حرب؟ وبعدين كل الدول الكبيرة بقت تعمل قنابل نووية، فبقى العالم كله ماشي على خيط رفيع، أي غلطة ممكن تبدأ حرب عالمية جديدة تنهي البشرية كلها. تاني حاجة وهي السجائر الإلكترونية. عارفين إن أول ما السجائر ظهرت كانت بتتباع في الصيدليات وكانوا بيقولوا عليها إن هي بتريح الأعصاب، والناس صدقت. بس دلوقتي الموضوع اختلف تماما، السرطان زاد بشكل مرعب بسببها. أمراض القلب والسكتات الدماغية بقت عادية عند الشباب الصغير، أعزنا وأعزكم الله. والمصيبة إن السجائر الإلكترونية اللي قالوا عنها آمنة طلعت بتدمر الرئة هي كمان، وبعضها انفجر في وش ناس حرفيا. النيكوتين دي مادة بتخدع المخ وبتديله إحساس مزيف بالراحة، لكن الحقيقة إن هي بتدمره واحدة واحدة بس على المدى البعيد. تالت حاجة والألغام الأرضية. في بلاد كتير لحد النهاردة ناس بتمشي في حقول أو مزارع أو حتى مدارس وفجأة الأرض بتنفجر. الألغام دي بتفضل مدفونة عشرات السنين وبتموت ناس بريئة ملهاش أي علاقة بالحرب اللي اتزرعت فيها. في راجل في أفريقيا فقد أسرته كلها وهو بيحرس أرضه. عارفين ليه؟ علشان الألغام رخيصة وسهلة الزرع، بس تمنها الحقيقي أغلى من أي سلاح تاني، لأنه بيموت ناس ملهاش أي ذنب. رابع حاجة وحاجة بنستخدمها كل يوم اللي هي البلاستيك. البلاستيك اللي ما بيتحللش، كلنا بنستخدم أكياس بلاستيك وزجاجات وأدوات أكل، بس المشكلة إنه بيعيش أكتر مننا، بيتكسر ويقعد في البحار والمحيطات، وبيتاكل بالخطأ من السلاحف والأسماك، وبيدمر الحياة البحرية على المدى البعيد، وبيرجع لنا في الأكل. تخيل إن إحنا بنبلع مايكرو بلاستيك من غير ما تحس. وفي دراسات بتقول إن الإنسان الحديث بيدخل في جسمه كمية بلاستيك في أسبوع قد وزن كرتونة كوتشينة. والفيديو ده وحل مشكلة البلاستيك اللي ما بيتحللش أنا عملت لها فيديو هسيبهولك في أول كومنت، وفي حل لمشكلة البلاستيك. خامس حاجة السوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي أداة قوية بس خطيرة جدا لو ما استخدمناهاش صح. بتحسسنا إننا أقل من غيرنا لما نبص إن ده راح صيف فين وده راح مدينة إيه وده أكل في مطعم إيه، فبنحس إن إحنا ناس قليلين. بنشوف الناس عايشة حياة مثالية فنتضايق من حياتنا، وده ما بيحصلش. وبص ورا الكاميرا دايما، واللي بتعرضه الكاميرا حقائق مزيفة مش الحقيقة كاملة. بنصدق إشاعات وننشرها من غير ما نتأكد، والإشاعات دي إحنا مش بننشر كلام، إحنا بننشر فتن، بننشر فساد ممكن يأثر على المجتمع. والكارثة بقى التنمر. التنمر بقى شيء عادي، وناس كتيرة جدا اتعرضت لأذى نفسي شديد بسببه. وبقى حاجة اسمها التنمر الإلكتروني. في بنات وشباب دخلوا في اكتئاب أو حتى حاولوا يؤذوا نفسهم بسبب تعليق جارح أو مقارنة سلبية بينهم وبين أي حد. سادس حاجة الوجبات السريعة. هي سهلة وسريعة وطعمها حلو، بس السعر اللي بندفعه بعدين هو صحتنا مش فلوسنا. بتسبب أمراض زي السمنة والسكر والكوليسترول، تعب نفسي حتى الآن. الأكل ده بيسبب تقلبات مزاجية، عزنا وعزكم الله. وأكتر ناس بتاكلها الطلبة والشباب اللي في الجامعة أو ناس مشغولة أو ناس لسه ما اتجوزتش، فبيدفعوا تمن راحة لحظية بصحتهم على المدى الطويل أو المدى البعيد. وأخيرا وليس آخرا الألعاب الإلكترونية. أنا زي أي شخص بحب الألعاب الإلكترونية جدا زي أي حد، بس لما اللعبة تتحول لإدمان بتسرق مننا أهم حاجة، وقتنا. الطلبة بتسقط وتتأخر دراسيا، الناس بتتعزل نفسها تماما عن المجتمع وعن أهلها وما يعرفوش أي حاجة، وممكن يوصل بيهم الحال إنهم يكتئبوا لو ما لعبوش شوية. وفي دراسات كمان بتقول إن بعض الألعاب بتأثر على المخ زي المخدرات، لأن المكافآت اللحظية بتدي شعور بالسعادة يخليك مش عايز تسيب اللعبة أبدا. وفي النهاية مشكلتنا مش في الاختراع نفسه،
مشكلتنا في إزاي نستخدمه. كل اختراع في العالم ليه جانبين، جانب مفيد وجانب مؤذي، بس إحنا كبشر ساعات بنغرق في الراحة ونتجاهل العواقب. زي أبسط مثال، لما تكتب بحث على جوجل ما هي فوائد الشوكولاتة هيجيب لك الفوائد، ما هي أضرار الشوكولاتة هيجيب لك الأضرار. وده مثال بسيط بيوضح لنا إن إحنا لو عايزين نشوف الجانب الإيجابي أو الجانب السلبي. قولولي في الكومنتات ايه اكتر اختراع تتمنوا انه ما كانش موجود، وازاي اثر على حياتكم او حياة حد تعرفوه، ايه تجاربكم معاه. شكرا ليكم على المتابعة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات، واستنوني في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.